خلال المعسكر الإعدادي الأول والثاني والذي جمعت فيه العناصر المحلية، ما هو تقييمك لهم؟ وهل ترى أنهم يستحقون حمل القميص أو قميص المنتخب الوطني المغربي في المرحلة المقبلة؟ فتظهر لي أنا غادي نعكس السؤال. أظن بأنه حينما نتكلم عن المنتخب وطني، أكيد بأنه دائما في السابق، يعني في أزهى أيام كانت النواة الأساسية كتشكل من بطولة وطنية، والقيمة الإضافية كانت كتعطى من اللاعب الأجنبي. فمن السابق لما كان ميري كريمو مع مصطفى يغشى، ومن بعد النيبت وحجي وتريكي والعزوزي، هما من 2 ل 4. من بعد أصبح يمكن 50% 50% في 2004 مع الزكي، ويعني في الاوائل الاخيره ولينا كنشوفوا واحد النسبه كبيره. ولكن هذا ماشي هو السؤال. السؤال هو كيفيه تطوير كره القدم، يعني او البطوله الوطنيه، باش ممكن تنتج يعني منتوج كروي جيد، وبالتالي غتنتج لاعبين في المستوى باش قادرين على حمل قميص الفريق الوطني. فاظن بانه هاد المعسكرات الأخيرة كانت هي غير إشارة قوية جدا بأنه يجب الاهتمام والاعتناء باللاعب المحلي بدون إغفال يعني القيمة الإضافية اللي غيقدر يعطيها اللاعب المغربي اللي كيلعب خارج الوطن. ومع تصحيح يعني بالنسبة للمصطلحات اللي بغينا يعني نتعاملوا بها في المستقبل، بأنه ما نبقاوش نتكلموا على لاعب محترف ولاعب محلي. اللاعبين سواء داخل أو خارج المغرب كلهم محترفون، غير كيبقى هذاك كيزاول داخل الوطن وهذاك خارج الوطن. والدليل الثاني كذلك بانه لما كتهتم بهاد اللاعبين، شفتي غير مؤخرا يعني ولا كان انتعاش في البطوله الوطنيه، اصبحنا كنشوفوا اهداف، حصلنا كنشوفوا مباريات الايقاعات ديالها ارتفع، وهذا كله في مصلحه الكره الوطنيه وفي مصلحه المنتخب الوطني.